مساء الخير عليكم واهلا بيكم في مطبخ احلى اكله. النهارده ان شاء الله هعمل حمص الشام من المشروبات الشتويه الجميله قوي، ومكوناتها بسيطه جدا. هقول لكم كمان طريقه تفريز الحمص عشان نعمل منها سلطات ممكن نستخدمها في الاكل كمان. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقه التحضير. انا هنا عندي نص كيلو من الحمص منقوع من بالليل. عندي معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الشطه الحاره، نص ليمونه، ونص معلقه صغيره من النشا. ممكن تستبدلي البابريكا بطماطمايه صغيره. شايفين الحمص نفش ازاي وانتفخ وقلبص كده لما اتنقع. كل ما تزودي عمليه النقع للحمص كل ما يسهل عليكي السوى. انا هنا قسمته حلتين، هستخدم نص للتفريز والتسالي، والنص التاني هعمله اللي هو الحمص الشامي اللي هو الحلبسة اللي هو الحراق. هحط هنا كمون بس، والباقي هحط البابريكا والكمون والشطة. الملح هحطه في الاخر عشان خاطر ما يأخرليش عملية السوى. هبتدي بقى احط المية عليهم واحطهم على النار، واي رغاوي تطلع منهم اثناء الغلي لازم تشيليها على طول. تمام. هحطهم على النار بقى نار متوسطة، واسيبهم لما يستووا. هنا هما تقريبا مش هيغيبوا معايا في السوا عشان هما منقوعين حوالي اكتر من 12 ساعة منقوعين، فهو كده يدوب. في نص السوا اول ما تلاقي الحمص دخل في السوا حطيت النص ليمونة وحطيتها بالقشر كمان، وهحط كمان الملح. حطيت هنا معلقة صغيرة من الملح، والحمص التاني بتاع التفريز برضو حطيت رشة خفيفة جدا، بس علشان ايه؟ لما اجي اعمل سلطة او احطه في الاكل ما يبقاش مملح زيادة عن اللزوم ويغير لي طعم الاكل او يبوظ لي الاكل. فانا حطيت رشة خفيفة جدا بس لان انا طعمت بس طعم الحمص. تمام. انا هنا خلاص استوى معايا، شلت الليمون. هحط بقى نص معلقة صغيرة من النشا. النشا هنا علشان خاطر ايه؟ هو الحمص يعتبر ما فيهوش نشا كتير، والمية بتاعته بتبقى زي ما بيقولوا خفيفة. فانا بس النص ده عشان يعملوا مجرد قوام بسيط جدا جدا. ممكن تستغني عن الخطوة دي على فكرة، بس انا شايفة ان هي ما فيهاش اي مشكلة. عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة براحتك. بعد ما دوبت النص معلقة من النشا حطيتها على الحمص واسيبها بس تاخد غلوتين، وبعدين حطي عليها كده خلاص خلص معايا. بجيب الكوباية اللي انا هقدم فيها، حطيت فيها نص ليمونة. انا بحب فيه الليمون كتير. وهبتدي اغرف الحمص بتاعي فيها. هنا الحمص انا عملت جزء في كيس عشان احطه في الفريزر. زي ما قلنا بستخدمه لسلطة حمص، بحطه في السبانخ، بعمله للكشري. بستخدمه ليه استخدامات كتير بصراحة، وفي نفس الوقت يكون جاهز معايا. والطبق دوت علشان التسالي بحط عليه رشة كمون زي ما انتوا عايزين. ممكن تعصري عليه ليمون، تحطي بابريكا، تحطي شطة زي ما تحبي. ده للتسالي بس مش اكتر. شايفين شكله حلو ازاي من غير اي لون؟ لونه طبيعي جدا مفيهاش اي مشكلة، طعمه يجنن. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا جدا. لو عجبكم الفيديو من فضلكم اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم في وصفة جديدة من مطبخ احلى اكلة. مع السلامة.